السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، زي ما عودتكم إنكم دايما تبقوا معايا. انتوا معايا النهاردة في تجهيزات تاني أوردر. النهاردة هنجهز مع بعض الأوردر ده، وكمان هجاوب على شوية أسئلة جاتلي. الأوردر كان عبارة عن محاشي مشكلة، وكان جلاش باللحمة المفرومة وورقة لحمة. واول حاجه بقى هتشوفوا معايا طبعا كواليس كده الاوردر، وعايزه اتكلم معاكم عن بعض الاسئله اللي جاتني، اللي منها هو انتي بتعملي الطلبات بتاعتك في طواجن؟ اكيد انتوا عارفين ان طبعا انا ببتدي في بقى شويه امتيازات كده واوبشنات للناس اللي هي بتطلب في الاول اوردرات. فانا يعني اول اوردر اللي قدمت فيه ورق العنب كان في طاجن، وكان هديه من عندنا من المطبخ. وتاني اوردر الحقيقة ده كان نزولا لطلب صاحبة الاوردر. هي كانت عايزة المحاشي يكون في طاجن، طبعا دي حرية شخصية. حتى الطاجن كان صغير على المحاشي كلها كملناها بعد كده في صواني فويل. ده هيبقى حسب الطلب اذا كان اللي بيطلب الاوردر حابب انه يكون في يعني مغلف فويل، او حابب ان هو يكون في طواجن. انتوا عارفين انا شوية متحيزة شوية كده للفخار. انا من الناس اللي بتحب الاواني الفخارية جدا جدا جدا، واكيد انتوا كمتابعين ليا في القناة عارفين عني ده. كمان عايزة اقول لكم على حاجة تانية او سؤال تاني اتسألته: انت ليه مش منزلة منيو، منزلة اسعار؟ يا جماعة انا لسه ببتدي، بقول يا هادي ان شاء الله بدعمكم استمر، بتشجيعكم استمر. فلسه احنا ما عندناش ده خالص لسه. هي زي ما قلت لكم كانت فكرة من صديقة قريبة مني، ويعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب بدأنا. فان شاء الله ان شاء الله كل حاجة هتبقى ان شاء الله في وقتها. ده الاوردر بتاع النهاردة كده بعد السوا، زي ما انتوا شايفين معايا، زي ما قلت لكم محاشي مشكلة، وكمان عندنا زي ما قلت لكم صينية من الورقة من اللحمة. بجد كانت طالعة حلوة قوي 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 قوي، يا رب صحة وهنا كده. وكان في كمان صينية جلاش. عايزة افكركم ما تنسوش المسابقة بتاعتنا خلاص على الابواب ان شاء الله. بكرة يعني تقريبا بكرة او بعده هننزل بيها. بتمنى دعمكم، بحبكم.